هفصلها من النص. حاجه اصلا تجوع. تخيلوا يا جماعه ده 200 جرام، ده 200 جرام سمك. بص بقى ايه، نفتح. بص بقى الجمال. صباح الفل عليكم. دلوقتي بقى يا جماعه هعمل لكم فيليه اللوت مقلي. طبعا انتوا فاكرين سمكه فيليه اللوت اللي ايه الكبيره اللي كانت في المطعم، اللي انا قطعت منها حته عشان قلت لكم هجربها في البيت. تعالوا نشوف الفيديو بتاعها مع بعض. يلا بقى يا جماعه نشوف بقى ايه. خدنا حته من السمكه الفيليه اللوت اهي كده. اول حاجه يا جماعه الحته دي 200 جرام بالظبط، يعني اقل من ربع كيلو. هوريكم بقى ايه ميزه السمك وليه بقول لكم ان هو ارخص كمان من اللحمه، لان الحته دي كده بص هي 200 جرام بس مكربسه لحمه. هوريكم ازاي انا اعملها بطريقه ذكيه تبين لك ان هي كتير قوي، لان السمك بياخد ويدي معانا. فدي هوريكم هنطلع منها قد ايه. دلوقتي احنا ممكن نعملها بالطريقه العاديه البلدي اللي هي نتبلها بالثوم والكمون وكده ونحطها في الدقيق ونقليها. انا بقى النهارده جاي لي مزاج اعملها معامله الفراخ بانيه، فهتبلها وهعملها بالبيض والبقسماط، وحتى هعمل جنبها ايه شويه بطاطس محمره ومكرونه اكنها بالظبط فراخ بانيه. يلا بينا. بص بقى تقطيع هنعمل ايه. اي جزله اهي كده هفصلها من النص وهاخدها كده بالورب. ادي هي بعد ما قطعناها هنبتدي ايه نتبلها تتبيله خفيفه كده، اللي هي الثوم بالكمون بالملح بالكزبره، ممكن نعصر عليها كمان نص ليمونه كده، وهنسيبها بالظبط 5 دقايق. السمك ما بيتصابش اكتر من كده. ادي يا جماعه فات 5 دقايق. بص بقى هوريكم مثال ازاي بقى ايه نفردها زي ما بقول لكم كده. مثال مثلا قطعه اهي بنمسكها كده، بنشيل من عليها طبعا كل بقى الثوم والحاجات دي كده عشان ايه ما يتحرقش، بنشيله بايدينا كده على قد ما نقدر. بص يا جماعه لحمها حلو ازاي، بص ما شاء الله. بص شايفين المنظر ما شاء الله تحفه ازاي، حاجه اصلا تجوع. اهم خطوه بنحطها اول حاجه في الدقيق. لما بقى بتتحط في الدقيق بنعملها عمليه ايه كبس. يعني ايه يعني بنحطها كده وبنبتدي كده بالراحه من ايد دي لايد دي نكبسها كده. نبتدي كده ايه نخليها شبه الايه الفيش فينجرز كده زي الصوابع. بص تكبر ازاي. بص كانت صغيره، بص حجمها كبر ازاي. بص ادي يا جماعه فردناه اهو. بقى نبتدي بقى ايه نحطه في البيت كده، ننزله في البقسماط. دلوقتي يا جماعه هو جاهز على القلي. بصوا ما شاء الله الكميه بقت قد ايه. بص كل ده 200 جرام، حد يتخيل اقل من ربع كيلو. دلوقتي يا جماعه بعد ما قليناها اهي، بص شكلها طبعا تحفه وريحتها تحفه. بصوا يا جماعه ده تخيلوا يا جماعه ده 200 جرام، ده 200 جرام سمك. بص قد ايه. بص اهي جنب ايدي اهو. بص مش صوابع صغيره يعني، بص محمله. تخيل ياكلهم فردين تمام، او يا عم فرد اكيل تمام. 200 جرام اقل من ربع كيلو. قلت جنبهم شويه بطاطس محمره، شويه مكرونه كده ايه عندي. بص بقى ايه نفتح. بص بقى الجمال. شايفين الجمال يا جماعه. ولا بقى تقول لي فراخ ولا لحمه ولا هرمونات ولا حاجه، طبيعي. بص ريحتها تفتح النفس. يلا بقى ندوق كده ايه. بص يلا بقى بينا. بسم الله. تحفه. عايز بقى تحط عليها شويه ليمون، حط. ادي بقى بالليمون اهي. اطفال بقى ايه اللي مالهمش في السمك قوي ممكن يحطوا عليها كاتشب ومايونيز عادي. احنا عاملينها بنفس طريقه فراخ بانيه. ممكن طحينه. شويه مكرونه بايتين كده ايه، وبارك الله فيما رزق.